أو تأويل الأعراض البشرية الإنسانية العادية، هي ليست، لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. الآن لو رأينا شيخا من أهل العلم وذوي الفضل ولحيته كلها شايبة فيها الشيب، ماذا نقول ما شاء الله متنور، ويعني وهذا يعني نور الإسلام، وأول شيبة شابت في الإسلام شيبة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ولا إشكال له. أم لا يا سيدنا؟ ما تزيدوا إلا بهاء وتزيدوا لا. ولكن انظر إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بمستوى صديقيته والفتح الأكبر الذي عنده، لما رأى بعض الشيبات فيه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أراك يا رسول الله قد شبت، يعني كاين فيك حاجة تغيرت، هذا عجيب. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: شيبتني هود وأخواتها، أي شيب الآن ليس شيبا بشريا نقصا بشريا، ولكن شيب ماذا؟ نوراني، ليس من مس الأغيار ولكنه من مس الأنوار. سيدنا أبو بكر انتبه لشيء، بأن سيدنا رسول الله من المفروض لا يشيب. لماذا؟ لأن كما تعلمون علميا أن الشيب هو أن الخلايا التي تخرج للشعر ما عادش تعمل جيدا، فكان تخرج أسود، ما عادش تصبغ، عاد يخرج أبيض. ضعفت تلك الخلايا فضعف معها الشعر فصار يخرج أبيض، دلالة على ماذا؟ على الكبر، على كبر السن وعلى الهرم، أو على الهموم التي تعتري الإنسان فيشيب مبكرا. فسيدنا أبو بكر قال لا، سيدنا رسول الله ما يعتري، لا الخلايا تعمل جيدا إلى يوم الدين، ولا هم ولا غم يعني يعلو فوق إيماني ويقيني ونبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أجابه صلى الله عليه وسلم: نعم، أننا ما شبت الشيب هذا تاع الضعف، ولكنه شيب رباني من جهة أخرى، مع أن بعض الشيبات في وجهه الشريف لا في شعر في رأسه، يعني في لحيته اختلاف أين كانت، بعض يعني البعض قال 17 شيبة، ولها سرها كذلك كيف ظهرت. ذكرنا هذا العام الماضي في أسرار شمائله الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يفهم. الماء الذي يشربه صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ليس عاديا فقط، نقول احنا يعني طاهر فقط، بل طهور، بل شفاء. نحن حينما نخرج الماء يخرج داء. تعلمون البول أعزكم الله بأن فيه بعض الأشياء هي داء، من مكوناته أن بعض الأشياء التي فيه أنه إذا شربه الإنسان فقد يضر، فيه جراثيم. ولكن لما خرج الماء الذي منه خرج وشربته السيدة ثويبة، نقول الماء ولا نقول البول في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يتغير كما تغيرت. لو كان بخصائص غيره من البشر لكانت فيه تلك، ولكنه لما شربته السيدة ثويبة شفيت من داء كان في بطنها، إذن خرج شفاء. أيخرج المولى سبحانه وتعالى من بطون النحل شفاء، ولا يخرج من بطن سيدنا رسول الله شفاء؟ صلى الله عليك سيدي يا رسول الله.